هذا معطوني انا هذا مشرب دمو البرد واشرب دمو البرد واخا يعطيهم 100 عام ديال الحبس على البرد وبنتي دامي ما عطيتك كليسي وشربتك ورزيت حملتي وحشوم عليك ما تمشي تضرب عليا بالسرويه وتقولي لي هنيتك. السلام عليكم حبايبي، كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير واموركم في احسن الحال يا رب. قضيه ديالنا ديال اليوم من ابشع الجرائم اللي وقعت في المغرب. يلا نخليكم تركزوا مع القصه. القضيه ديالنا ديال اليوم غادي تدينا لمدينه اكادير وبالضبط في القلعه عند زينب، شابه اللي كبرات وعاشت وسط عائله عاديه ما عندهاش وما خصهاش. زينب ملي غادي توصل السن ديال الزواج غادي تعرف على واحد الشاب وغادي يدخلوا في علاقه حب اللي غيقرروا يختموها بالزواج، وبالضبط في سنه 2011. الزوج ديال زينب كان انسان على قد الحال اللي جابو بنهار كيديه ليه الليل، ماشي شي خدمه اللي مستقره. المهم هو كان انسان اللي نفسه حاره وعزيز عليه يخدم وما كيرضاش بشي حد. وزينب كانت ربة بيت كتهلا في دارها ومهليه في رجلها. المهم بما ان زينب غير جالسه في الدار والزوج ديالها خدام، قرروا يولدوا وليد اللي عمر عليهم حياتهم. غادي تزاد اول مولود عندهم ذكر سنه 2012 اللي غادي ينور حياتهم ويفرحهم. وهنايا الاسره غادي تكبر والمصروف غادي وكيتزاد. المهم حتى لهنا راجلها بخير قايم بالواجب حتى لسنة 2016. المهم هاد المدة كلها دازت بخير حتى لسنة 2016. حسوا براسهم ان الحالة المادية ديالهم مستقرة، فقرروا يبدلوا السكن ويسكنوا في شي دار تكون كبر من الاولى. ففعلا هادشي اللي وقع. زينب وراجلها غادي ينتقلوا لواحد الحي في نفس المنطقة اللي هي العين، الاسم ديالو حي الكويت. هنا غادي يستقروا في هاد الدار هادي، عجبتهم بزاف فغادي يبداو يكونوا صداقات مع الجيران وغادي يرتاحوا. وهنا زينب غادي تفكر تبدا تخدم حيت ولدها غادي وكيكبر ودخل المدرسه. قالت نتعاون مع راجلي شويه باش نزيدو نحسنوا من الوضعيه اكثر واكثر. زينب غادي تلقى واحد الخدمه في واحد الفيرما اللي كيكونوا قراب للسكن، بحكم مدينه اكادير معروفه بالفلاحه وكثره الفيرمات والمصانع، وتقريبا ديك المنطقه اللي جاو فيها اللي هي القلعه قريب ليها بزاف ديال الفيرمات. وولدها كيمشي للمدرسه فغادي تبقى خدامه ومعاونه على الزمن هي وراجلها حتى لسنه 2020، السنه اللي غادي يعاودوا يقرروا يكبروا الاسره ديالهم. ما حد الوليد كبر وكيمشي للمدرسه وزينب خدمات وباقا صغيره، يعني تقدر تولد وتربي وتقابل التربيه. فغادي يرزقهم ربي بنيته، وكانت فرحتها كبيره ما كتوصفش. واخا كانت الحماله صعيبه عليها شويه وتلاقات لها مع كورونا، المهم كانت فرحانه. الشوفه ديال البنيته نستها في كل شيء. فالجيران ديالها فرحوا معها لانها كانت انسانه طيبه ومعقوله مع كل شيء وكل شيء كيبغيها. فمن بين الناس اللي كتربطها معاهم علاقه وكتدخلها عندها للدار هي واحد السيده اللي الاسم ديالها فاطمه، ولكن الناس ديال اكادير كيعيطوا لشي وحده اللي كانت سميتها فاطمه فاطم. فكانت فاطمه عندها جوج وليدات حتى هي، واحد البنت عندها 18 سنه والولد ادم عنده 15 سنه. المهم كانوا كيتجمعوا مع بعضياتهم كياكلوا مجموعين بحال ليله عائله، حيت فاطمه كانت دارها متكيه على دار زينب. وخا فاطمه كانت عندها مشاكل نفسيه وكانت معروفه انها مريضه، ومره كتجيها شي نوبات وانتكاسات كتخرج للحي وكتبي تغوت وكدير الفوضى وكدير الهرج وتقدر تهرس اي حاجه لقاتها قدامها، سواء زج ديال الطوموبيلات او زج ديال البقاله. داكشي علاش اغلب الناس عاطينها اتساع. لكن في الايام العاديه كتكون انسانه عاديه كتجمع بخير وكتهضر بحال ما بها والو، غير فقط ملي كتجي هذوك الانتكاسات كتكون لي واحده اخرى.
وزينب رغم هذا الشيء كانت عزيزة عليها. المهم سنة 2022 غادي يقرروا يولدوا عاوتاني، فغادي يقرروا يولدوا المرة الثالثة، وهاد المرة غادي تعاود تولد بنية وغتسميها جنات. فهاد الولادة هادي غادي تكرفس زينب بزاف لأنها غادي تولد سيزاريان، وتألمت بزاف بزاف بزاف. وهنا غادي تقرر تدي وليداتها للمربية تقابلهم ليها حيت المسؤولية كبرات. زينب بغات تخدم، ولدها كبر وكيمشي للمدرسة بوحديتو فمهنية من جهته، ولكن البنيتات باقيين صغيورين. فاش دارت خداتهم عند المربية وخلاتها هي تقابلهم، وحياتهم ولات غير من العمل المدرسة والمربية، وصافي كيتناوبوا هي وراجلها مرة على البنيتات. حياتهم عادية، فرحانين مع الجيران ديالهم، فرحانين مع وليداتهم، امورهم المادية راه معاونين على الزمان. حتى نهار 3 شهر 6 من هاد السنة، يعني من ايام قليلة لاني كنصور لكم فيها. هاد النهار هذا غادي يبدا كأي يوم عادي، نفس الروتين. الزوج مشى للخدمة، زينب غادي تستافد الولد المدرسة، وغادي تدي البنيتات عند المربية وغتمشي للخدمة ديالها. فاش غتوصل الوقيته ديال الغدا غادي يتلاقاو هي والزوج ديالها باش يتغداو، وغادي عندهم جارتهم اللي هي فاطمه غتلقاهم كيتغداو. غادي تجلس معاهم حتى تتغدى. فاش غيسالوا الغدا غترجع زينب وراجلها للخدمه، وفاطمه غادي ترجع لدارها. هي وصلت العشيه اللي كترجع فيها زينب من الخدمه اللي هي 6 ديال العشيه، وغادي يجيو عندها شي ضياف. فزينب غادي تبقى من هي مع الضياف ديالها تقوم بهم، والزوج ديالها غادي يمشي يجيب البنيتات من عند المربيه، وغادي يرجع لدارو. مع دخل سمع دقان من موراه، غيحل الباب وغيلقى ادم ولد فاطمه، غيقول ليه كلم لي خالتي زينب. ففعلا الزوج غادي يكلم زينب. الوليد غتخرج عند ادم غتسولو اش بغيتي، وهنا غادي تغير مجرى القصه وغادي توقع الكارثه الكبرى. ويا ريت زينب ما خرجاش، فنخليكم مع زينب تعاود لكم بالتفصيل الواقعه والفاجعه المؤلمه اللي وقعت لهم، ونرجع لكم. البارح جيت انا من الخدمه مع 12 ونص، جات عندي السيده مع الوحده كندير في الغدا، جلست عندي عطيتها تغدات كلات كل شيء. كتسولني على بناتك فين هما البنات، جبتيهم من عند المربيه باقا؟ صافي مشات مره كتجي تقول لي واش جبتي البنات؟ بغيت نشوفهم، قلت لها ما جبتهمش، عندي جوج بنيات. يعني هذه جارتكم؟ هذه جارتنا الباب على الباب، ديما كايله عندي، ديما داخله عندي، واكله الباب على الباب، ديما كايله عندي، ديما داخله عندي، واكله شاربه معايا. حدات راجلي 3 ونص جايبها، يلا دخل، جالس عندي واحد الضياف، يلا دخلوا دخل. هو مشى جاب الدريه، يلا غنشدها هو يدق ولدها، قال لي عطينا جنات غنبوسوها. خرجتها معاهم، عطيتها لباسها، دخل هو ومو سدوا الباب. كنعيط لي ادم حل لي يعطيني جنات، هو كيضحك عليا من الشرجم. يلا كنقول لها جنات هي ترميها ليا من السطاح، يعني رماتها يعني بكل بروده، رماتها من الشرجم لهي وشيرات بها لهي. التروازيام هذيك، التروازيام ايطاج، والدريه عندها عام، يعني عام اللي عندها. واش هاد السيده يعني بالكامل؟ هاد السيده هي وولدها، هي كاع كيقولوا مريضه عندها الوراق ولكن ما عندهاش الوراق، راه كتخطط. يكون عندها الوراق راه من الوحده وهي كتمشي وتجي عندي، من الوحده وهي كتمشي وتجي عندي. واش جبتي البنات؟ واش جبتي البنات؟ ملي قلت لها باقي، مني عزت على راجلي حتى جايبها، تدقوا وجاوبها راجلي. عطيني البنت نبوسها، عيط لخالتي، خرجت عنده قلت لها شنو هزاني في يدي، عطينا نبوسها، عطيتها لباسها، دخلوا سدوا الباب بجوج. نعيط ليه هو ما بغاوش يحلوا، هو كيضحك من الفوق وبنتي هبطت من السطح. ملي قلت لها اش درت قتلتي لي بنتي، قالت لي انا هنيتك ارتاحي دابا بعد البروده. وجلست من الفوق كتشطح وحيدات حوايجها وكتقول لهم انا قتلوني. ربما كانوا يديروا لك وجدوا لك شي مفاجاه. وقبل قالت لولدي، قالت لي قول لماما كره نهار السبت موجد لها مفاجاه. يعني هذه مريضه، هذه اللي مخططه لهذا الشيء كله. كنعرف ما بيني وبينها حتى شي حاجه، بالعكس هما الجيران كلهم يقولوا لك واش بيني وبينها شي حاجه. ما بيني وبينها حتى شي حاجه، علاقه احسن ما يكون، بحال امي ولا اختي ولا. ها هما الجيران كاملين اللي سولتي غايقول لك نفس الهضره. مشات ليا بنتي عندها ومنها،
هي حيتاش ماشي مختله عقليا، كون مختله عقليا كون قتلت ولادها اللي كيباتوا وحدها. عندها وليدات صغار. عندها هي جوج، عندها الدريه عندها 18 والدري عنده 15. هي الباب ماشي مشارد، قال لي لنا الدريه نبوسو عطيتها لهم وطلعوا يجريو وهو كيضحك عليا من الشرجم وهي رماتها من السطح. هذاك اش كيتسمى هذاك؟ ماشي متفقين. ودابا هادي اش واخا بنادم مريض غتعطيه غيبوسها غيردها لي، هي باسها ناويه وقالت لولدي غندير لك مفاجاه. قول ماما تسنى مني مفاجاه نهار السبت. ما فينا صداع، ما فينا تخاصم، ما كنتخاصموا ما حتى شي حاجه. عندي ولد عنده 11 عام وجوج بنيات، وحده 3 سنين وحده عام، رزقتني في بنت العام. الله يصبرك. هادشي اللي كاين. وادم اش درت ليك ادم عطوني انا ادم نشرب دمو البرد ونشرب دمو البرد، واخا يعطيو 100 عام ديال الحبس على البرد. وبنتي الدرامي عطيتك كليسي وشربتك ورزيت بنتي وحشوم عليك، ما تمشي تضرب عليا بالسرويه وتقولي لي هنيتك. آلام. كيف ما سمعتوا، الأم تاقت في الدري وعطاتو البنت يبوسها. هما موالفين ديما انهم زعما ادم كيجي عندهم كيجلس معاهم، يعني ما غادي يضر البنيته بوالو. الام كانت طيقه، لكن ادم منين خدا البنيته هرب وسد الباب وخلى زينب كتدق وكتغوط عليه. طلع للشرجم ديال دارهم وبدا كيطل وكيضحك، كيسحب ليها غير كيضحك معاها، وهي كتغوط شويه وهي كتهضر معاه. سمعت ردخه ديال بنتها مع الارض، ملي هزات عينيها لقات فاطمه. هنا دخلت الام في صدمه، البنيته ماتت في ديك اللحظه. فاطمه دخلت في حاله هستيريه وبدات غير كتغوط وكتنتف في راسها وكتفسخ في حوايجها. دغيا الجيران تجمعوا وجات الشرطه. جاو الشرطه لعين المكان ولقات القبض على فاطمه وادم. زينب مصدومه وكتقول بلي فاطمه ماشي هبيله، هي مخططه لهذا الشيء اللي دارت، حيت قبل بايام قالت لولد زينب قول لماماك راني موجده ليها مفاجاه نهار السبت، وغير كتسول في كل ساعه وقت ما جات عندهم على البنت. فين ما جات كتدخل كتسولهم، ولكن زينب ما ظنتش انها غادي دير ليها هذا الشيء، ما ظنتش انها غادي تغدرها، ما ظنتش انها غادي تقتل ليها بنيتها. فاطمه كاينه عند الشرطه هي وولدها كينتظروا الاحكام، كينتظروا الحكم النهائي. وانا كنظن باللي الولد قاصر، يعني الدوله واخده الحكم غياخد شي حاجه اللي قليله وغادي يضربها وغادي يخرج. الام حيت كيقولوا الناس باللي هبيله ولا ما عرفتش مريضه، فكنظن انها غادي تمشي غير للمستشفى. صراحه الحق غيتخاد عند الله ديال زينب، البنيته غير طير من طيور الجنه، بغاها ربي وداها. فكنقول لكم ما تثقوش في الناس وتخلوا وليداتكم معاهم. ادم واخا عنده 15 سنه، 15 سنه هي انسان مراهق، ربما يقدر ديك البنت يدير فيها حاجه اخرى لو كان ما دارش هذيك الفاجعه. فردوا البال لوليداتكم، ما تامنوهمش على حتى شي واحد، ما تخلوهم مع حتى شي واحد. ردوا البال لوليداتكم وردوا البال لوليداتكم. هادشي اللي نقول لكم، نخليكم نتوما تقولوا العبره، نخليكم نتوما تعطوا الحكمه من هادشي كامل اللي وقع. هادشي اللي وقع لزينب بصراحه كيألم بزاف، وصعيب انك تشوف داك المنظر قدام عينك. فكنضرب لكم هاي ان شاء الله في قصه جايه، وإلا كان شي حكم ان شاء الله غادي نعاودوا لكم في قصه واحده اخرى ونقول لكم ونعلمكم بالاحكام النهائيه. السلام عليكم.